نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. الفيديو بتاعنا النهاردة آخر حاجة في نواعم العيد هعملها معاكم. أول حاجة هنعمل غريبة دايبة وناعمة وحلوة قوي قوي قوي. هنعمل كيلو دقيق فقط، عليه 4 كوبايات سمنة، عليه 2 كوبايات سكر بودر. هي دي المقادير. شفتوا سهلة ازاي؟ بس أهم حاجة السمنة بتاعتي تبقى كريمي وناعمة وفاتحة كده زي ما انتوا شايفين. تعمليها بمضرب سلك، بمضرب كهرباء، بعجان، بايديكي، زي ما انت عايزة. وبعد كده بضيف عليها 2 كوبايتين السكر المطحونين المنخولين عشان ما يبقاش في حاجة خشنة في الموضوع. وبعد كده بقلبها، وبعد كده بضيف اخر حاجة كيلو الدقيق المنخول معايا زي ما انتوا شايفين. الغريبة ما بتتعجنش، احنا مجرد بنلمها كده لم كده، تحس ان كل حاجة متجانسة مع بعضها وبقت قطعة واحدة. وتمسكي حتة العجينة كده بيبقى فيها نسبة تلزيق بسيطة، تلاقيها طرية قوي. انا كنت ماسكاها حاسة ان هي ناعمة وهشة قوي قوي من جوه، طرية خالص. صواني الغريبة مش بتدهن. بنرص القطع الغريبة، بنقطعها كده قطع. عجينة الغريبة بعد ما بنخلصها بتسيبيها ترتاح شوية، 10 دقايق ربع ساعة في التلاجة من حرارة ايدك. وبعد كده بتكوريها وترصيها في الصينية. حابة بقى تبصميها زي ما انا ببصمها كده بصميها، حابة تسيبيها كور زي ما هي كده سيبيها كور زي ما هي كده، هتطلع مظبوطة وشكلها حلو معاكي برضو. طبعا الحشو عايزة تحطي ويفر بقى اللي هو الفضي، او تحطي مكسرات. شايفين طالعة من الفرن عاملة ازاي؟ دي ما كنتش بصمتها، دي كنت مبصماها، ودي برضو بصمتها بصباعي كده. اللي انتوا حابينه تعملوه، بس اهم حاجة الفرن بتاعي يبقى هادي جدا. الغريبة مش بتاخد وقت خالص في الفرن، لمجرد ان انت بتحسي ان شكل العجين عن ما انت مدخلاه اتغير كده، وعجينة الغريبة تحسي ان هي استوت كده، ولا بتحمر ولا بتصفر ولا بتاخد لون. هي بتبقى بيضة كده تماما زي ما انتوا شايفين. هي بس بتستوي زي ما انتوا شايفين ارضيتها عاملة ازاي. اهم حاجة كده. وتطلعيها برضو، دي خطوة مهمة. تسيبيها وانت مطلعها تحسي ان في عجين، هتحسي ان في حاجة بتلزق او بتفرفت في ايديكي. لا، هو الغريبة والكحك كده لما بيطلعوا من الفرن من كتر السمنة اللي فيهم بتحسيها ان كلها سمنة او طرية او كده، وتقولي ده ما استوتش. بتسيبيها في مكان بارد لمدة ساعة او ساعتين لحد ما تبرد تماما، والغريبة او الكحكاية تمسك معاكي وتحسيها كده مسكت نفسها وما بقتش تعمل نفس الملمس وهي طالعة من الفرن. بتشيليها ترصيها في حاجة محكمة الغلق وتحطيها لحين ما تيجي تقدميها، وبألف هنا وشفا. هي بس دي الغريبة، بس بتتبعي خطوات بسيطة وسهلة، والمقادير تكون مظبوطة بالملي. أنا عاملاها لك بالكوبايات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.